السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو بقى المنتظر اللي كلنا بنحبه فيديو مشتريات الشهر، بنحبه جدا. جايبه ايه سوسه وجبتي منين والاسعار عامله ايه؟ قبل ما اقول لكم كل دوت، لو اول مره تشوفي القناه يلا دوسي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش بقى لايكات الكتير، كومنتاتكم الحلوه اللي بتشجعني وبتفرحني. ويلا بينا نذكر الله. هنختار ذكر ايه النهارده؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دول زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام كلمتين خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني حاجه هنعملها ان احنا ندعي لاخواتنا في فلسطين واهل غزه ان ربنا ينصرهم يا رب ويثبتهم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يرحمهم ويزيح عنهم كل اللي هم فيه. اللهم امين يا رب العالمين. بصوا الرصيد قد ايه. انا عايزه اقول لكم جوزي لسه ما جاش من الشغل، ده لما يجي يعني هيقول لي على امك على طول. انا كنت فين؟ في سوبر ماركت فتح عندنا اسمه سبيكو اهو او سيبيكو، تمام. دوت هو فاتح تقريبا في القطاميه او في التجمع، مش عارفه يعني، انا مش عارفه الصراحه فروعه فين، بس هو فاتح عندنا هنا في باب الخلق جنب مديريه الامن. فانا رحت لقيت الاسعار فيه كويسه جدا، يقول لك اشتري اكتر وفر اكتر. القطعه بتفرق سعرها عن القطعتين عن التلاته عن الكرتونه بحالها، فحلو قوي عجبني. تعالوا نشوف بقى جبنا ايه. يلا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونشوف بقى بينا جبنا ايه واقول لكم الاسعار اهو. الريسيت جنبي اهو. يلا بينا مع بعض هنشوف شنطه تمام. اول شنطه كده نجيب ديت كده. اول شنطه جبت مكرونه لمتنا. انا الصراحه المكرونه عندي خلصت خالص كلها، فما كانش عندي مكرونه، فلقيت ديت الكيس 400 عندهم عامل 9 جنيه، فسعره حلو جدا. جبت ايه بقى؟ جبت واحد عصفور، جبت يعني كميه مكرونه كويسه، وجبت 2 من اللي هي الهلاليه دي عشان زي ما انتم عارفين يعني احنا اللهم بارك 5 تنفار، فالكيس لوحده ما بينفعنيش وما يكفيش، تمام. وبخلي برده بيبقى فيه زياده لو حد من الولاد جه بعد الغدا ولا كده يغرف طبق او حاجه. بصوا مكتوب عليها السعر كام؟ 15 اهي، سعرها 15، هو معمول 9 جنيه. جبت كمان بقى ايه 2 هلاليه، وجبت 2 الفرن اهي، جايبه من كل حاجه 2 اهي الفرن، وجبت كمان 2 اسباجيتي دولت. انا جبتهم من المكرونه. جيت عشان اجيب اللي هي الخواتم، ما لقيتش من الكيس اللي هي الصغيره دي. جبت بقى الكيس الكيلو عامل 24 جنيه. جبت واحد اللي هو دوت الخواتم ده. بصوا مكتوب اصلا بيعه المفروض كام؟ 36، انما انا جايباه ب 24. جبت واحد من دوت وواحد شعريه. طبعا انتوا عارفين الشعريه استخدامها كتير، تنفع بلبن للفطار او للعشاء، وطبعا مع الرز. حط كده الكوبايه بتزود كميه الرز اصلا وبتديله شكل وطعم حلو. انا ان شاء الله زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات ان انا هعمل لكم الشعريه بالسكر وباللبن مع بعضينا، هنعملها على القناه عشان تشوفي ايه طريقتها بتتعمل ازاي لاخواتي العرايس اللي ما بيعرفوش يعملوها، لان هي بتنفع في العشاء زي ما قلت لكم، بتنفع للفطار، تبقى حلوه جدا ومغذيه جدا لان فيها الشعريه والسكر والسمن واللبن، فحلوه قوي. هنعملها ان شاء الله مع بعض. فجبت بقى ايه كيلو من الشعريه دوت. ليه كمان عدس افندي ده. انا عندي عدس اصفر، ما عنديش عدس بجبه. ده الكيس 250 جرام اللي هو ربع كيلو عامل 11 جنيه، حلو قوي. طبعا سعره كده يبقى الكيلو واقف ب 44 جنيه، فجبت منه ربعين. جبت كيسين ربعين اهو. جبت ايه تاني يا سوسه؟ جبت علبه الجبنه دي الصراحه بالجبنه الرومي النص كيلو عامل 32، فانا جبت واحده بس لان انا عايزه اجيب جبنه قريش وعايزه اجيب جبنه طبيعيه، لاني عرفت ان الجبنه النباتي دي يعني مش مفيده قوي، بس انا الولاد بيحبوها اتعودوا عليها، فابدا اخفها لهم ايه واحده واحده كده. فاجيب جبنه طبيعيه ان شاء الله اللي هي السايبه. انا اي حاجه هجيبها اصورها لكم واقول لكم جايباها منين والاسعار. بس انا جبت واحده من دي بس ب 32. لقيت كمان هناك الدقيق حلو قوي. انا عندي كيلو من الشهر اللي فات، فدوت دقيق فاخر لجميع الاغراض فود لاند دوت. انا اول مره اجيبه الصراحه. ده عامله 18 جنيه الكيلو، عامل 18 جنيه، فجبت منه 2 لان الدقيق من الحاجات اللي ما نكترش فيها في الصيف في خزينها عشان ممكن تسوس، مش عايزه حر يعني. تحطيه ممكن تحطيه في التلاجة لو عندك كميه تحطيها في التلاجة. لقيت الرز ده كمان. الرز طبعا سعره رفع،
وصل ل 28 و30 و32. ده لقيت الرزايه بتاعته حجمها كويس حلوه جدا. وده كيس كيلو عامل 25 جنيه. فجبت ايه منه 5 اكياس اهو، 3 4 في واحد تاني في شنطه تانية هنشوفه دلوقتي. جبت كمان مصر كافيه دوت نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان، عشان طبعا الحاجات التانية مقاطعه. دوت 50 جرام عامل 43، فسعره حلو جدا. جبته وانا انتوا شفتوه معايا قبل كده، بعمله بطحنه مع بعضه، بيبقى عامل زي الكوفي ميكس مع اللبن كده، بيبقى سهل على طول. بحط يعني نحط المعلقه او المعلقتين في المج على طول، سهل، سواء انا او الولاد بيعملوا منه وانا في الشغل، فبيبقى سهل كده ايه بالنسبه لهم. جبت كمان الدانيت ده، دي الواحده عامله 7.5، ده اللي هي الحجم 110 جرام 100 جرام 100 جرام ب7.5. جبت لهم 4. وجبت الجيلي ده ب10 جنيه. جبت واحده فراوله وجبت واحده اناناس. طبعا الصيف والجو حر بيبقوا عايزين حاجه حلوه كده ايه في نص النهار، فاعمل لهم الجيلي واسيبه كده في التلاجة ياكلوا منه. جبت كمان البسكويت دوت، دي العلبه فيها 6، اللي هو بسكويت بالشوفان. افتحها لكم اهي، العلبه فيها 6 بواكي. الباكو فيه 4 بسكوتات او 3 تقريبا، او 1 2 3. ديت العلبه ال6 عامله 27 جنيه، فحلوه قوي. جبت واحده برضو ايه ممكن ابقى افطر بيه وانا في الشغل او حاجه. جبت مرقه الدجاج دوت بتاعت شيفي ميكس، الكيس ب2 جنيه، عشان طبعا برضو الانواع التانية مقاطعه. وخلاص انا يعني ان شاء الله عمري ما هجيب حاجه من المنتجات المقاطعه ديت نهائي، لان كل جنيه بندفعه فيهم احنا كده بنساعدهم على ضرب اخواتنا والاطفال والمهازل اللي احنا بنشوفها دي. مش عايزه اتكلم في الموضوع دوت، بس يعني على قد ما نقدر ندعي لهم ونقاطعهم، ونقاطع الحاجات اللي ايه، ندعي لاخواتنا في فلسطين ونقاطع المنتجات بتاعت ايه الناس التانية. فجبت ده الكيس ب2 جنيه، جبت منه 6 اكياس. حلو قوي، انا كنت جربتها قبل كده، كانت ماما جايباها وادتني يعني منها كام كيس، حلوه جدا وطعمها غني كده، مليانه توابل، فحلوه قوي عجبتني. بس ديت الحاجات اللي انا جبتها اهي، دولت كلهم كده دولت كلهم مفيش. والولاد بقى جابوا حاجه حلوه واحنا هناك، جابوا عصير شربوه، وجابوا زبادو بتاع دانون برضو شربوها، وكيكه وكده وكلوها يعني بألف هنا. جبنا ازازه ميه، فعشان كده رسيت ايه طويل. ديت الحاجات اللي انا جبتها اهي، الرز والعدس والجبنه والمكرونه، هي الكميه الكبيره من المكرونه. وجبت الدقيق برضو والجيلي. الحاجات دي على قد ما بقدر بجيب الحاجات اللي انا محتاجاها، بس ما بجيبش حاجات كتير واخزنها. اولا الجو حر، ثانيا الحاجه غاليه جدا والاسعار عاليه، فعشان الميزانيه ما تخرمش مني. بعد لما بجيب كل حاجتي واحتياجاتي الاساسيه للبيت، الفراخ واللحمه والسمك والخزين وكل حاجه، بعد ما بجيب كل دوت اتبقت معايا فلوس، ببدا اجيب ايه، كيسين مكرونه اشيلها، كيس رز، كيس دقيق، اي حاجه كده اشيله، علبه جبنه ولا حاجه، يبقى انا عندي خزين وينفعني برضو لبدايه الشهر الجديد. ديت نصيحه كده انا عايزه ايه اقول لك عليها. خلي بالك حتى لو انت في السوق اتبقت معاكي 5 جنيه جيبي بيها ممكن ربع كيلو مكرونه، 5 جنيه جيبي بيها توابل، اتبقت 10 جنيه اجيب مثلا فلفل اسود، اجيب واشيلهم. الحاجات دي والله بتفرق. بعد كده ممكن تلاقي نفسك في وقت مثلا في زنقه، ربنا ما يزنقنا يا رب، مش قادره تنزلي، ما فيش فلوس مكفيه، حد طب عليكي فجاه، بيبقى انت عندك خزينك في البيت. ان شاء الله يجعل بيوتنا يا رب يا رب كلها عمرنا بالخير ومليانه بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بقى، لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تدوسي اشتراك، فعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، واذكري الله في الكومنت. يلا ما ننساش الذكر نقوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طول ما انت قاعده تقوليها بجد كلمتين خفيفه وحلوه قوي. فضل الاذكار ده جميل جدا جدا جدا، اللي بيواظب عليها بجد بجد بيدوق ثمرتها حلاوه في كل حاجه، وبركه وسعاده وخير. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ده الحاجات اللي انا جبتها النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل كده وخفيف عليكم. بتوحشوني جدا جدا، واستنوني في فيديو جديد، واي حاجه اجيبها اصورها لكم. بتوحشوني، ولو عايزين اي طلب قولوا لي عليه، قولوا لي في الكومنتات عايزين ميزانيه بمبلغ معين، قولوا ما بتتكسفيش، واحنا ان شاء الله مع بعضينا هنقدر نساعد بعض
ونعمل كل اللي نقدر عليه. هتوحشوني جدا جدا، واستنوني في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله. يلا الاول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.